السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كي تيبان لكم غادي نوجدوا وجبة أو أكلة غدا وعشاء سهلة وسريعة ولذيذة بزاف. نتمنى إن شاء الله أنكم تكملوا الفيديو حتى الآخر، اشتراك في القناة، ويلا نمشيو نشوفوا الطريقة والمقادير. في واحد لابول عندي كمية من البطاطس، هنا تتبقى الكمية على حسب أفراد العائلة اللي هي محكوكة في الحكاكة، الجهة الغليظة ومعصورة مزيان مزيان من الماء نتاعها. في التوابل غادي نعمل هنايا القليل من الملح على حسب الذوق، والكمون، الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر الحلو، القليل من الفلفل الاحمر الحار هنايا او الهريسه، وغادي نزيد معهم قزبور ومعدنوس اللي هما مقطعين رقاق بزاف. غادي نزيد عليهم واحد جوج ديال البيضات كاملين مطرباهم، وغادي نخويهم فوق ديك البطاطا والتوابل. غادي نزيد القليل من الفرماج، هنايا تيبقى اختياري ولكن تيعطي واحد التعليكه اللي هي زوينه لهاد البطاطا هادي. وغادي نخلط مزيان 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 هاد البطاطا مع التوابل حتى غادي يتجانسوا العناصر مزيان مع بعضياتها. غادي نجيب واحد الطاوه اللي غادي ندخل الفرن، وغادي نفرش لها الورق القابل للطهي. غادي ندهنو بالقليل من زيت المائده او زيت الزيتون، وغادي نفرغ هذيك البطاطا نتاعنا كما شفتوا حتى غادي تجي طبقه متساويه فوق داك الورق نتاعنا، او الصفيحه نتاعنا اللي غادي تدخل الفران، وغادي ندخلها الفرن حتى تحمر. وغادي ندوز الحشوه اللي غادي نحشي بها هاد البطاطا هذه. هنايا في واحد المقله عندي القليل من زيت الزيتون، وضعت معاه بصله اللي هي مشلضه رقيقه حتى غادي تشحر مزيان، وغادي تنزل مزيان هذيك البصله. غادي نزيد عليها هنا الفلافل حمراء وخضراء اللي هي مقطعه مربعات صغيره بزاف، وغادي نحرك الكل مع القليل من الملح حتى غادي تطيب شويه هاد الخضر نتاعنا. وغادي نزيد عليهم واحد الكميه من الكفته، هنايا تتبقى الكفته على حسب الاختيار ديال كل واحد، يا اما كفته ديال اللحم او ديال الدجاج او ديال لدند، او تقدروا تبدلوه بمربعات نتاع الدجاج مقطع الى مربعات، او الطون حتى هو غادي يجي زوين مع هاد الحشوه هذه، لكم الاختيار. التوابل اللي غادي نوضع مع هاد الكفته والبصله والفلافل بحال التوابل اللي وضعنا للبطاطا هنايا، الكمون، الابزار، الفلفل الحلو، الفلفل الحار، وهنايا القليل من الخرقوم، هنا الملح على حسب الذوق. وغادي نخلط الخضره نتاعنا مع ديك الكفته حتى غادي طيب الكفته مزيان مزيان مع التحريك، وغادي نبدا نفرتو في ديك الكفته باش ما تبقى لناش هكا مجموعه، وحتى غادي طيب مزيان وتنشف، ضروري ما غادي تنشف من الماء نتاعها. وغادي نزيدو معها القليل من الزيتون اللي هو مقطع هذا دوائر رقيقه بزاف، وغادي نحرك الكل. غادي نزيد معاهم حتى الربيع هنايا اللي هو مهدنوس، مقطع حتى هو مقرد، الى مقرد رقيق بزاف، غادي نزيدو معاهم وغادي نخلط. وهذه هي البطاطا نتاعنا اللي دخلت الفرن حتى طابت مزيان وتحمرات. غادي نخرجوها. غادي نفرغ هذاك الخليط نتاع الكفته والبصله والفلافل والزيتون فوق هذيك البطاطا حتى غادي تجي متساويه. غادي نخلي الجوانب ما غاديش نعمر فيهم، لان غادي نرولي هاد البطاطا نتاعنا باش ما غاديش تزل علينا الحشوه من الجوانب.
غادي نزيدو هنايا المربى، عفوا الجبن مربى. هنايا غادي نقطعو مستطيلات وغادي نوزعو فوق الحشوه. وإلا ما موجودش عندكم هذا المربى تقدروا تقطعوا الجبن المثلث حتى هو الى مربعات صغيره ونوزعوه فوق هاد الحشوه هذه لان تعطيه واحد المذاق اللي هو رائع ولذيذ الصراحه. وهنايا روليت البطاطا نتاعي اللي هي بالحشوه نتاعها حتى جات على شكل باغيط هكا زوين. وغادي نوضع القليل من الفرماج محكوك فوق هذا الرولي هذا، وغادي ندخلو الفرن غير باش يذوب لينا داك الفرماج اللي درنا في الوسط ومع الفرماج اللي درنا من الفوق يذوبوا وصافي. وغادي نخرجوا الطبق نتاعنا وغادي نقدموه. وهذا هو الرولي نتاعنا، هذا هو الطبق نتاعنا او الاكله الصراحه شكلا ومذاقا رائع رائع. نتمنى انكم تجربوه، سهل وسريع وكما العاده. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وشكرا لكم وعلى المتابعه ديالكم، والى اللقاء حتى الوصفه اخرى ان شاء الله.